وإلا كم عملية اغتصاب حدثت في ميدان التحرير؟ شكرا. إذا عملية اغتصاب حدثت في ميدان التحرير. سأنسحب من هذه الجلسة. ليس من حقي أن يخوض في مصر ولا بكلمة، لا أسمح بكلمة عن مصر ولا عن شرف مصر. شيخ فزازي، ماذا؟ لم أستمع إلى هذه الجملة الأخيرة. أنا قلت بأن هناك مثلا في مصر، ومصر ليست مقدسة. مصر أحترم المغرب، أحترم بلد المغرب وأقدرها، فلا تدعني يعني أستاذة فاطمة، لابد أن تحترم مصر كما أحترم المغرب. أستاذ شيخ فزازي، ماذا قلت؟ عذرا مرة أخرى، ماذا قلت؟ ماذا عن مصر؟ مصر حدثت فيها اغتصابات بالجملة في ميدان التحرير وفي غيرها من الفئات. من قال؟ ما هو الإثبات؟ الإثبات الصحافة المصرية نفسها. لابد أن لديك دليلا، لابد أنك كنت مشاركا في أمور كهذه. من ذكر ذلك هي مواقع بعينها وصحف بعينها، ونحن لا نعتد إلا بمن رأى ومن سمع. هل سمعت؟ هل ما شاء الله. أنا كنت في القاهرة ورأيت بأم عيني. أنا أرى أن لا تخرج عن الموضوع مرة أخرى، وإلا سأضطر أنا شخصيا إلى أن أعترض على كل كلمة بشكل عملي. إذن لا يجوز ولا يليق بأي شخص ينتمي إلى أي جنسية عربية أن يتحدث ولو بكلمة عن دولة أخرى، وخاصة إن كانت دولة لم تمس هذه الدولة بسوء وأن أهلها حاضرون هنا، فأي مساس لا يمكن إلا أن يرد. شكرا جزيلا. لحظة. لماذا يمس بأفغانستان؟ لماذا يمس بأفغانستان؟ لم يقل تكلمت عن إحصائية دولية، وأنا أتحدث عن هذا الشيء يضرني الكلام عن المغرب، ولن أزل بلساني وأتكلم عن المغرب لأنني أحترم هذه البلد. علي احترام مصر احترمها العالم. فمن أنت تتكلم عن مصر؟ مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تحمل سفكس أولوجي، التي لها علم باسمها ايجيبتولوجي. فماذا عنك؟ لا تتكلم عن مصر كلمة، لا أسمح لك. فاطمة هانم، لن أنزل هذا الحوار قبل أن يسحب كلمة عن مصر ويعتذر لمصر. الصراخ لا يفيد. تفضلي فاطمة هانم. مرة أخرى أنا أذكر أنه لا يليق بأي مواطن عربي أن يتحدث عن دولة عربية أخرى، وخاصة كما قلنا أن يكون لها ممثلوها. لو سمحت شيخ فزازي، أرجوك أنا أتحدث إليك الآن بالعودة مرة أخرى. الاغتصاب والجنس كل ما يملأ رأس هذا الشيء. هذا شيء مبادرة مناظرة تتحدث منذ البداية عن شيء اسمه اعتذاره أو انسحابي. ما زلت أنتظر اعتذاره عما خاض فيه في مصر في يوم القيامة إن شاء الله. لا تحترمون مصر، فلماذا يعني تستخدمون ضيفة من مصر؟ ولا تحترمون دولتها؟ فاطمة هانم اتفضلي.